يا رجاله خبر حلو ليكو. انا جبت لكم لينك هتسجل عليه بالانجليزي او بالعربي، مفيش اي مشكله. خش على الوظائف وسجل بياناتك وسجل الحاجه اللي انت عايز تشتغلها. هو فندق يعني مش هقول لك 5 نجوم، هو 7 نجوم. هتقدم وهتملى بياناتك، حصل نصيب هيعملوا معاك مقابله اونلاين بس باللغه الانجليزيه، ولازم تثبت وجودك فيها. لو نجحت يا بطل اقسم بالله هيجيبوك بالتذكره، بالفيزا، بالسكن، بالاكل والشرب، بكل شيء. والله والله ما هتدفع ولا اي حاجه غير الشهر الاولاني. هتصرف بس مصاريف كده انت فاهم لحد ما تقبض. غير كده يعني مش هتعمل اي حاجه. عايزك تسجل بياناتك بس الناس اللي هي بتتكلم انجليزي، لان هيعملوا لهم المقابله اونلاين باللغه الانجليزيه. اول ما هيقبل نجح فيها بيبعتوا له تذكره السفر وعقد العمل على السفاره. فاذا كان كده ادخل لي خاص وقول لي انا بعرف لغه انجليزيه، هدي لك اللينك، سجل وان شاء الله باذن الله هتنجح. باذن الله طالما انت متمكن حتى لو 60% ولا 70% في الانجليزي، هتعرف ان انت تعدي، وهتعرف ان انت باذن الله هتيجي هنا بدون ما تدفع ولا مليم. بس يبقى افتكرني، خش لي على الخاص. انا لو قلت لك على جنيه ليا او درهم ليا يعني قول الراجل ده كذاب، فاهمني؟ يبقى اطلع لي في كل الكومنتات وقول الراجل ده كذاب. انا هدي لك وانت وشطارتك، يعني انا هدي لك اللينك وانت وشطارتك. خلاص مستنيك على الخاص تكون بتتكلم انجليزي اقل حاجه 60-70%، وهيعملوا لك مقابله. وبالتوفيق يا بطل، سلام عليكم.